أمام الملأ. وجدوا أمن واستقرار، مش ينفجر أنبوب النفط ولا الغاز قالوا عليه عبد الله صالح، يفجروا الكهرباء تقولوا عليه عبد الله صالح. أخزيتونا أمام الآخرين. ردوا عليكم رؤساء البعثات الدبلوماسية بوضوح، قالوا أنتم فاشلين. ادوا لنا أدلة. واحد بنى وطن 33 عام يأتي يخرب هذه المنجزات، يأتي يخرب هذه المنجزات لصالح من ومن أجل إيش؟ هل من أجل أن عادوا يفكر في العودة إلى السلطة؟ أنا سلمت السلطة ونقلتها، أنا ما حد فرضها علي، وكان الشعب معنا، وكانت القوات المسلحة وقوات الأمن في أيدينا. قلنا لا، لا للقوة، للتبادل السلمي للسلطة. كل واحد يعمل لك تقرير، واحد يعمل لك تحليل. الإنسان عندما يكون ضعيف يرمي عجزه وضعفه على الآخرين. يوجدوا لهم شماعات. طيب اضبطوا مفجري الكهرباء وما تفتحوا وتشتكوا عند السلك الدبلوماسي وعند جمال بن عمر. جمال بن عمر يستلم شكاوي بشكل مزعج. لماذا هذا؟ قالوا سببها علي عبد الله صالح. ايش هو الحل من علي عبد الله؟ قالوا يرحل من الوطن. ما بيرحل. لاقت خلق ولن تنجب بعد انه يقول علي عبد الله صالح يغادر الوطن. لاقت خلق ولن تنجب بعد